السلام عليكم غزالات ديالي، كيف دايرين؟ كيف دايره الاحوال ديالكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده يا سيدي ربي. ان شاء الله اليوم جيت انني نبارطاجي معكم واحد الوصفه اللي فعلا زوينه بزاف، اللي غادي نحتاجوا فيها مكونات اللي بساطين. كما كتلاحظوا البنات هنا غادي نحتاجوا الارز الابيض اللي كنستعملوه يعني في الوصفات الطبيعيه. هنايا كما كتلاحظوا خديتو ارز حبوب، وهنا ايضا غادي نحتاج نشا ديال الذره المايزينا البنات، وايضا هنا غادي نحتاجو الموز، القشور ديال البنان، القشور ديال الموز البنات. بصراحه راه زوين البشره، راه تيبيض وتيفتح اللون ديال البشره، والماسكات ديالو واعرين بزاف. المهم اول حاجه البنات غادي ناخدو قطعه باش انني نقطع هاد الموز هذا طرافي صغار. البنات بالنسبه للفوائد ديال الموز للبشره راه زوين بزاف، راه كيحتوي على عناصر مهمه بزاف في البشره، بحال البوتاسيوم، فيتامين بي 6 وفيتامين جي وفيتامين ا. راه زوين بزاف البنات البشره، كيقلل ايضا الظهور ديال التجاعيد، يعني دوك الخطوط اللي كيكونوا في الوجه. وايضا راه كيعالج الحب ديال الشباب واللي فيها الالتهابات في البشره ديالها. فراه الماسك ديال الموز راه زوين بزاف، وايضا راه كيعالج تصبغات ديال البشره. اللي كتعاني من تصبغات ديال البشره وكتعاني من يعني اسمرار ديال البشره والكلف والنمش، فكنصحك انك تستعملي هذا الماسك هذا. البنات هذا الماسك راه كما قلت لكم ثلاثه المكونات ساهلين بزاف وبساطين. الغزالات ديالي، الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ديالي فما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه، وذلك بالضغط على زر سبسكرايب، ها هو اللي غنخليكم في التحت، وتفعيل الزر ديال الجرس باش ان شاء الله فيما نحط شي وصفه جديده تكونوا نتوما الاولين كتستافدوا منها. المهم كما لاحظتوا هنايا رانا قطعت القشور ديال الموزه ديالي هنايا، وغتاخذوا شي كسرونه. هنايا انا خديت هاد الكسرونه هذه اللي كنستعمل فيها صراحه، كنطيب فيها الوصفات ديالي. وهنايا غادي نضيف ايضا جوج معالق كبارين، جوج معالق ونص ديال هذا الروز، ها هو الابيض، غنضيفو لهذا الموز هذا. البنات بالنسبه للفوائد ديال الارز راه زوين بزاف، راه كينقي البشره وكيحيد الحبوب، وايضا راه كيبيض الوجه وكيوحد اللون ديال البشره، وايضا كيخلص من الجلد الميت وكينعم البشره. المهم راه زوين بزاف البنات الارز، وايضا راه كيخفف علامات الظهور ديال الشيخوخه. هنا كنضيفوا كوب كبير ديال الماء كما كتلاحظوا، وهنا غادي نديرو باش يطيب. كما قلت لكم البنات من بعد ما طابت ليا الوصفه على هذا الشكل هذا، كما كتلاحظوا راه كتقيسوا دوك القشور ديال البنان كتلقاهم طايبين، وايضا الارز كيكون طايب، وكنخليو فيه ايضا شويه ديال الماء باش اننا نديروه في الخلاط الكهربائي باش نمزجوا هاد المكونات ونخلطوهم مع بعضياتهم البنات ونطحنوهم. المهم الغزالات ديالي الا كانت عندكم داك لا ميكسور ديال الصغيره تقدروا تستعملوها، انا هنا غادي نستعمل غير هذا. المهم انا رجعت لكم البنات من بعد ما كما كتلاحظوا انا راني طحنتهم في الطحانه الكهربائيه. كتاخذوا واحد الاناء وكتاخذوا الصفايه باش كنصفيو هذا، باش الخليط ديالنا الا كانوا شي حاجه يعني مازال ما طربات، مازال ما طحنات مزيان، كتبقى لينا في الصفايه باش يجينا هنا. حنا بغينا القوام يجينا قوام البنات اللي كيكون كريمي على هذا الشكل. ما بغيتوش يعني ديروا تصفيو راه ماشي مشكل، بحال يعني المفعول ديالو راه كاين في المكونات اللي درنا. المهم هنا البنات من بعد ما صفيت الخليط ديالي كما كتلاحظوا، فانا كنحصلوا على تبارك الله قوام اللي كيجي البنات صراحه كريمي، وقوام اللي زوين بزاف.
كما قلت لكم راه الفوائد ديال هاد المكونات واعرين بزاف للبشره، كيبيضوا كيفتحوا اللون ديال البشره. هنا ايضا غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال النشا ديال الذره. النشا البنات راه كتبيض، كتمتص دوك الزيوت الزائده اللي كيكونوا في البشره، ايضا راه كتمنع ظهور حب شباب، وكتفتح وكتنقي البشره. المهم الغزالات ديالي كنخلط هاد المكونات مزيان مع بعضها على هاد الشكل هذا. صراحه البنات هاد القوام وهاد الوصفه هادي والله العظيم الا غديروها من التجربه الاولى غادي يبان لكم الفرق. انا نقول لكم اي بلاصه البنات بغيتوها طبياد عندكم، الوجه، اليدين، العنق، رجليكم، اي بلاصه كحله عندكم فديروا ليها هاد الوصفه هادي بعينكم مغمضين وغتشوفوا النتيجه اللي واعره. بالنسبه لهاد الوصفه البنات راه تقدروا تستعملوها وقت ما بغيتوا، غتاخدوها وتحتفظوا بها ايضا. فتبارك الله شوفوا القوام كي داير البنات، قوام هانتوما واعر بزاف. شوفوا على قوام وعلى ريحه فيه زوينه بزاف البنات والله العظيم. الا نوضوا حيدوا عليكم العكز ونوضوا ديروا هاد الوصفه هادي وجربوها وردوا عليا الخبر. راه غنتسنى لي كومونتير ديالكم، وانا متاكده 100% بلي هاد الوصفه غادي تنال الاعجاب ديالكم. دابا غادي ندوزو للتطبيق ديال الوصفه البنات بالنسبه للوصفه فاش غنقول لكم، ضروري انكم ديروها على وجه اولا على البشره اللي كتكون نظيفه ما فيها حتى حاجه. البنات البشره ديالكم خصها تكون نقيه كما كتلاحظوا انا هنا راه ما دايره حتى حاجه الوجه ديالي، لا فون دو تان لا فراج ولا حتى حاجه. البشره خصها تكون نقيه ونظيفه تماما. كنتو دايرين ماكياج ولا شي حاجه ديماكيو الوجه ديالكم غسلوه عاد اجيو طبقوا هاد الوصفه هادي. غديروها الوجه ديالكم كامل بهذا الشكل هذا، وايضا غديروها العنق ديالكم. غتخليوها البنات حتى تنشف، غتخليوها تقريبا من مده ديال 20 دقيقه حتى 30 دقيقه. ديروها ليديكم. انا راه الوصفه غير كنديرها يعني كنديرها لوجهي كما كتشوفوا، نديرها العنق ديالي ونديرها ايضا ليديا. راه الصراحه تتبيض. وهاد المكونات اللي قلت لكم راه ما زعما ما تخافوا منهم حتى حاجه. زعما شي وحده تقول لي لا راه خفت هاد المكون يدير ليا شي حساسيه ولا هذا ولا شي حاجه، الموز عندك، الموز والروز والنشا ما تخافوش منهم، ديروهم بعينكم مغمضين. وبالنسبه لهاد الوصفه هذه البنات كما قلت لكم راه كطلع لكم كثيره، غادي تخبيوها وغادي تبقاو تستعملوها. تقدروا تستعملوها يوميا الا بغيتوا. البشره ديالكم راه ما عندكم مناش تخافوا، يعني هاد الوصفه واخا ديريها كل نهار راه بالعكس غادي تفتح لك اللون ديال البشره وغتحيد لك دوك البقع الداكنه اللي كاينين في البشره، وايضا داك الاسمرار ودوك التصبغات غيحيدوا، ويديك غيبيض يا اختي، والوجه غيبيض والعنق غيبيض. حنا عرفنا بلي ان فتره الصيف راه فاتت وكنا مع البحر والشمس والتبحار، وراه ما نعاودش لكم بنادم كحل مسكين في هذا الصيف. فضروري ديروا هاد الوصفه البنات وجربوها وردوا عليا الخبر. المهم غنخليها مده ديال 20 دقيقه ونرجع لكم. البنات خليتها مده ديال 20 دقيقه ومشيت غسلت وجهي ورجعت لكم. شوفوا تبارك الله والله العظيم البنات الا النتيجه من اول استعمال كيبان لك الفرق. والله العظيم انا نوضوا ديروا هاد الوصفه وحيدوا عليكم العكز باش تبيضوا وتزيانوا البنات. شوفوا تبارك الله، شوفوا وحق الله واحد النعومه واحد البيوضيه ما شاء الله تبارك الرحمن. المهم البنات راه الوصفه كتجلس معكم تقريبا مده ديال اسبوع. هانتوما كتاخذوا شي قريعه ديال الزاج كما بغات تكون. انا عندي هذه ديال القهوه ديما كتشيط زعما كيبقاو عندي هاد القراعي هادو كنغسلهم مزيان وكنحتفظ بهم بشي حاجه الا بغيت نحتفظ بها في الثلاجه. فهنا كما قلت لكم هاد الوصفه هذه راه تقدروا تطبقوها يوميا البنات. راه كتبيض اي منطقه عندك كحله زحله ديري لي هاد الوصفه هذه ان شاء الله غادي تعطيك نتيجه زوينه بزاف. ما تنساونيش من اللايكات ديالكم. حاولوا هذا الفيديو تخليو فيه اكبر عدد ممكن من اللايكات، وما تنساوش ايضا تجربوا الوصفه. فغادي ننتظر التعاليق ديالكم وتقولوا لي كي جاتكم النتيجه ديال الوصفه. شكرا بزاف على الدعم ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم.